بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أهلا بيكم حبايبي من كل القنوات، ومتشكرة قوي على تعليقاتكم الجميلة دي. النهاردة بإذن الله هنعمل كيكة البرتقال. طبعا المقادير زي ما انتم شايفينها: كوباية زيت، كوباية برتقال، كوباية ونص سكر، أو حسب السكر اللي انت عاوزاه. عاوزة مسكر كوبايتين، عاوزة مش مسكر ممكن كوباية واحدة. فانيليا، بيكنج باودر، دقيق حوالي نص كيلو الا في الصينية بتاعت الكيكة المتوسطة. او انت حطي دقيق حسب ما تاخد العجينة منك، لان مش كل دقيق زي التاني. هنعملها طبعا في الخلاط. عندنا الخلاط اهو بتاعنا. هنحط كوباية الزيت في الاول بسرعة كده، وكوباية البرتقال، وهنحط السكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وثلاث بيضات. الكيكة بثلاث بيضات، ايوه بثلاث بيضات، وهتشوفيها دلوقتي هتطلع نافشة وجميلة جدا وزي الفل. ثلاث بيضات قوي كفاية قوي على صينية متوسطة الحجم اهو. هنحط طبعا الفانيليا عشان ريحة البيض. الفانيليا عشان ريحة البيض تبقى كويسة. شغل بقى الخلاط على طول كده كيكه ممكن تعمليها، هي كيكه دي. الحاجات بقى دي على جنب كده عشان نروق لنفسنا. عشان الدقيق، طب احنا قلنا نحط الدقيق حسب ما العجينه تاخد. احنا معانا الدقيق بتاعنا اهو. هنحط البيكنج باودر، كيس بيكنج باودر بقى، اي نوع بيكنج باودر هيمشي مع مع الكيكه بتاعتنا دي، طالما الكيكه دي كويس والخامات بتاعتها حلوه كويسه، اي حاجه تمشي معاها، مش لازم بيكنج باودر معين يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط الخليط كله معانا كده اللي احنا عملناه في الخلاط. اسرع كيكه ممكن تعمليها في 5 دقايق. نقلب بقى كده عوزنا دقيق نحط تاني. اهم حاجه ان احنا ما نحطش كميه الدقيق كلها، هم حوالي نص كيلو دقيق، فما نحطوش كله لان ممكن العجينه ما تحتاجش الدقيق ده كله. عشان بس اهم حاجه الكيكه تبقى تبقى هشه، وتبقى تتنفخ بسرعه كده، وتبقى جميله في الاكل، عامله زي الكيكه الاسفنجيه كده. على قد ما نقدر نقلب كده، نشوف القوام بتاعها. يعني عاوزه حاجه بسيطه كده من الدقيق. نحط شويه دقيق صغيرين كده بس، كفايه قوي. ونقلب برضو كده بايدينا كده. بصوا لما تحسي ان هي عامله زي الكريمه كده، تاخدي الجوانب بقى كده كله كده. دي اسرع كيكه ممكن تعمليها في 5 دقايق.
طريقة سهلة وجميلة. العجينة بعد ما عملتها شوية بايديا كده هو عشان المها بقى واحطها في الصينية. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة بالله العلي العظيم. شوفوا الكيكة عاملة ازاي، ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حاجة كده ايه كريمة خالص، تطلع بقى هشة معاكي وجميلة وايه، تبقى عاملة زي الجاتو. يعني ممكن تزوقيها بقى بشوكولاتة بكريمة، نفس بتاعت الجاتو بالظبط، نفس الهشة بتاعت الجاتو، نفس السمك ونفس كل حاجة. حاول بقى نوزعها كده ايه على الصينية. ما شاء الله ان شاء الله باذن الله هنحطها في بوتاجاز يكون يعني حرارته متوسطة على الشبكة اللي في النص، يعني حوالي 40 دقيقة. هنحطها في الفرن وبعد كده نرجع لحضرتكم. الكيكة استوت يا جماعة وقطعتها لما بردت زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا سمكها عامل ازاي، جميلة جدا. بصوا بقى احنا حطيناها في علبة بلاستيك علشان ما تنشفش، وحطينا عليها الورق كده النايلون، اكياس نايلون، وايه ونغطيها طبعا عشان ايه الدنيا شتا وما تنشفش خالص. دي كانت الكيكه بتاعتنا يا جماعه، ارجو تكونوا عجبتكم وتجربوها ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.